عليكم اخوة الطلاب. النهاردة ان شاء الله هنبدأ نراجع. هنكمل مراجعة الامتحان اللي على الباب الاول منطق. هنكمل السؤال رقم 10. بيقول ايه السؤال رقم 10؟ بيقول يقول يقول رينيه لوريش على العالم أن يتعلم كيف يروض هواه، وهذه المرونة جزء جوهري من حسن السياسة في العلم، يشير ذلك لأحد شروط التجربة. طيب، على العالم كيف يروض هواه. تمام. طالما احنا اتكلمنا عن الاهواء والتحيزات والانتماءات، العباره اتكلمت عن الاهواء والتحيزات والانتماءات، يبقى احنا اكيد بنتكلم عن ايه؟ عن الموضوعيه. يعني الموضوعيه هي كل ما هو ضد، كل ما هو يخالف ويعارض الذاتيه. طب الذاتيه يعني ايه؟ يعني انا بفضل حاجه علشان انا برغب فيها. خلاص، في رغبات، في اهواء، في تحيزات. انا بفضل الحاجه دي عشان انا بحبها، عشان انا معتقد فيها، عشان انا منتمي ليها. خلاص. طيب، عشان كده بنقول ان الموضوعيه هي ان الفرد يتحرر من الاهواء والانتماءات والتحيزات. طيب، ده رقم 10. رقم 11: التاجر يفهم ارتفاع ثمن القطن في سنة ما إذا وجد علاقة بينه وبين حقائق أخرى كحالة العرض والطلب الموجودة في الأسواق العالمية. تمام. نستخلص من ذلك قيمة الفرد العلمي من حيث إيه بالظبط. تمام. طيب، هنا عندي 4 اختيارات: الكشف عن العلاقة بين الظواهر، تضييق الفجوة بين الأمثلة والقانون. آم، هنا بنقول إن تتغير قيمة الفرد ويصبح قانون قد يكشف لنا عن حقيقة علمية جديدة. طيب، هنا تبقى الإجابة إيه؟ بيقول التاجر يفهم ارتفاع ثمن القطن في سنة ما إذا ما وجد أو إذا وجد علاقة بينه وبين حقائق أخرى كحالة العرض الموجودة كحالة العرض الموجودة تمام في الأسواق العالمية. طيب، نستخلص من ذلك قيمة الفرد العلمي من حيث إيه بالظبط. تمام. الكشف عن العلاقة بين الظواهر. طيب، فين العلاقة بين الظواهر؟ وهنا العلاقة بين العرض والطلب. خلاص. العرض الموجود في الأسواق وطبعا وإيه والثمن والسعر، يبقى في ارتفاع ما بين، في ارتفاع في الأسعار، وفي طبعا إيه قلة المعروض، أو قلة الأسعار وزيادة الإيه المعروض. وهنا بالتالي احنا فهمنا العلاقة، وبالتالي الفرد بيوضح العلاقة بين الظواهر المختلفة. طيب، نشوف السؤال اللي بعده. بيقول ايه؟ إذا لاحظ أحدنا أنه أمضى ليلة أمس ساهرا وأنه قد نام في أمس الأول مع علمه أنه شرب القهوة. طيب، أنه شرب القهوة أمس ولم يشربها في أمس الأول، فلا يجب أن ينسب سبب أرقه إلى القهوة، فقد لا يكون شرب القهوة في ذلك أثر في ذلك، وليكون نومه قد ذهب بسبب انشغاله بموضوع ما أو سوء هضم أصابه أو غير ذلك. طيب، يدعو الموقف السابق إلى مراعاة أحد شروط التجربة. خلاص. إيه هو؟ الحدوى الموضوعية، ولا مراعاة المواثيق الأخلاقية، ولا موافقة الحقائق العلمية، ولا اليقظة والانتباه؟ طيب، هنا بيتكلم عن إيه؟ أولا احنا عندنا شروط تجربة. أنت لما بتكون تيجي تختار لازم تكون عارف المطلوب في السؤال. بص على المطلوب في السؤال. المطلوب في السؤال بيقول إيه؟ يدعو الموقف السابق إلى مراعاة أحد شروط التجربة. إيه هي شروط التجربة؟ 3 شروط: الحياد الموضوعية، اليقظة والانتباه، ومراعاة القواعد الأخلاقية والمواثيق الأخلاقية. تمام. يبقى جزئية موافقة الحقائق العلمية دي اللي هي رقم د، دي مش معانا. خلاص. طيب، يبقى احنا بنتكلم فين؟ في ال3 دول. طيب، هنا بقى اختار على انهي اساس؟ افهم الاول. هو بيقول لي الراجل هنا بيقول إذا لاحظنا أنه أمضى ليلة أمس ساهرا أنه قد نام في أمس الأول مع علمه أن شرب القهوة في أمس ولم يشربها في أمس الأول، فلا يجب أن ينسب سبب أرقه إلى القهوة، فقد لا يكون شرب القهوة أثر في ذلك، بل يكون نومه قد ذهب بسبب انشغاله بموضوع ما أو سوء هضم أصابه أو غير ذلك. تمام. طيب، احنا بنتكلم عن ايه؟ ان هو يكون الراجل ده مصحصح مركز. هو قالك طب ما انا شربت قهوه اول امبارح وما حصليش حاجه، اشمعنى النهارده يعني لما شربت قهوه؟ يعني اشمعنى النهارده يعني ما نمتش، او اشمعنى امبارح ما نمتش؟ خلاص. طيب، اذا هنا الموضوع ملوش علاقه بالايه؟ بالقهوه. ده معناه ان هو ايه؟ مركز مصحصح منتبه. تمام. طيب، يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ عن اليقظه والانتباه. هل احنا هنا بنتكلم عن الحياه الموضوعيه؟ لا، مفيش هنا تحيزات ولا انتماءات ولا اعتقادات ولا اي حاجه. هل هنا في مواثيق اخلاقيه؟ لا طبعا، ما بنتكلمش على مواثيق اخلاقيه، ولا عدم الحاق الضرر، ولا عدم الحاق الاذى. لا، ما بنتكلمش عن الحاجات دي خالص. تمام. هو كل عباره بتتكلم ان الراجل بس ايه؟ مركز ومصحصح مثلا في حته ان هو عمال يربط الافكار بعضها البعض، فهو كده عنده يقظه وايه؟ وانتباه. طيب، السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ الجيولوجي الذي يعرض لتاريخ تكوين الطبقات الأرضية ويدرس ما طرأ عليها من تغيرات وأسباب آه، من تغيرات وأسباب
ذلك فإنه يلجأ إلى إيه بالظبط؟ تمام؟ التجربة الاستطلاعية ولا التجربة السلبية ولا التفسير المؤقت ولا التجربة العلمية؟ طبعا الإجابة التجربة السلبية. طيب ليه؟ الجيولوجيا يا جماعة هو علم، يعني أنا ما ينفعش مثلا هختبر حاجة في طبقات الأرض. خلاص، طبقات الارض. احنا هنا مثلا تجربه اللي هي التفسير المؤقت ده الفرض. التجربه العلميه ان انا بتاكد، انا حاجه بحط ماده على ماده علشان اتاكد، يعني مثلا انا بحط ماده الكلور على ماده الصوديوم علشان اشوف التركيبه هتحصل ايه، او علشان اتاكد من حاجه معينه مثلا. طب انما التجربه السلبيه ان هنا الباحث يلاحظ فقط التغييرات. تمام. في الجيولوجيا او علم طبقات الارض، تمام، الجيولوجيا او الباحث الجيولوجي هو بيبحث في طبقات الارض وبيشوف الطبقات المكونه وبيشوف هي فيها عباره عن ايه. ما يقدرش ان هو يتدخل، يعني مش هيعمل حاجه مثلا يغير حاجه في طبقات الارض، مش هيقدر. تمام. اذا هنا بنتكلم عن ايه؟ عن تجربة مجرد فقط الباحث بيلاحظ التغيرات اللي حصلت للطبقات الأرضية أو للطبقات اللي داخل الأرض، وبالتالي تعتبر تجربة إيه؟ سلبية. زي بالظبط كده الباحث اللي بيشوف التغيرات اللي حصلت على نجم معين، على التغيرات اللي حصلت على نجم معين أو كوكب معين. طبعا الباحث أو العلماء مش هيقدروا إن هم يغيروا في نجم ولا يغيروا في كوكب، لا احنا بنشوف بس التغيرات اللي حصلت بالطبيعة، ودي بتبقى تجربة إيه؟ سلبية. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول: يكثر الخطأ في هذه الطريقة عندما يتسرع الباحث فيخلط بين أوجه الخلاف العرضية الثانوية وأوجه الخلاف الجوهرية الأساسية. قد يصادف الباحث ذلك ويجب احترازه حينئذ عن أي طرق من نتحدث في المقولة السابقة: الاتفاق ولا الاختلاف ولا التلازم في التغير ولا البواقي. طبعا هنا طريقة الايه؟ الاختلاف. طيب ليه؟ علشان بنقول يقصر الخطأ في هذه الطريقة عندما يتسرع البحث فيخلط بين أوجه الخلاف العرضية، أوجه الخلاف العرضية يعني السؤال واضح أهو في الإجابة، الثانوية أوجه الخلاف الإيه؟ الجوهرية. احنا بنتكلم عن أوجه الاختلاف، يبقى ديت إيه؟ طريقة الاختلاف، فالسؤال واضح خالص. طيب نيجي للسؤال رقم 15. إذا أصبحت عالم نفس اجتماعي وتريد دراسة أثر التفكك الأسري على الصحة النفسية، طيب للأطفال، فإن أفضل طرق علشان نقدر نعرف تأثير أثر التفكك على الصحة النفسية، حينئذ أنهي هتكون الطريقة المفضلة؟ خلاص؟ يعني واضح كده لما بنشوف دراسة أثر ظاهرة على ظاهرة، طالما بنتكلم عن أثر حاجة في حاجة، يبقى أكيد التأثير ده هيكون إيه؟ هيكون كمي، تأثير بالزيادة والنقصان. مثلا عايز اشوف تأثير درجة الحرارة على الغليان، فاكيد لما هزود الحرارة اشوف هيحصل ايه، ولا اكيد لما انقص هيحصل ايه. وطالما انا بشوف تأثير حاجة على حاجة، فانا بشوف لما بزود ولما بنقص، ولما بزود وبنقص يبقى ده بنتكلم عن التلازم فين؟ في التغير. طب التلازم في الوقوع يا مصر، لا التلازم في الوقوع دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم اذا وقعت العلة وقع المعلول، يعني في سبب ففي ايه؟ حدث معين. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا في عدوى هتمرض، هيحصل مرض، خلاص ده كده ايه؟ تلازم في الوقوع. تمام. طيب تلازم مثلا بين العلة والمعلول وجودا وعدما، بنجمع من الاتفاق والاختلاف. تمام. بنشوف الظاهرة اتوجدت في ايه وما اتوجدتش في ايه بالظبط. خلاص، يعني العلة اتوجدت فين والعلة ما اتوجدتش. زي المثال بتاع العصير، الراجل اللي شرب عصير او الناس اللي شربت العصير جالهم المرض، والناس اللي ما شربتش العصير ما جالهمش المرض. طيب تعالوا نشوف بقى السؤال اللي بعده. يقول باسم بشلار إن الأحكام المسبقة تشكل عائقا أمام البحث العلمي. طيب يتفق ذلك مع ما يراه مين؟ ستيوار ميل ولا أرسطو ولا جابر بن حيان ولا فرانسيس بيكون؟ طيب فرانسيس بيكون. طيب ليه؟ لأن بيقول إن الأحكام المسبقة، إيه هي الأحكام المسبقة دي يا شباب؟ التخمينات، أفكار، صح كده؟ أفكار، تخمينات، آراء. طيب دي كلها بتوازي مفهوم الفرض العلمي. الفرض هو اللي يعتبر حكم مسبق، رأي، فكرة، تخمين. طيب فرانس بيكون الوحيد من ده كله هو اللي رفض وجود فكرة، هو اللي أغفل وجود فكرة الايه؟ الفرض العلمي. خلاص، يبقى هنا كده بنقول أي رفض لفكرة الفرض العلمي كفكرة، أو رفض الفكرة أو رفض الحكم أو رفض الرأي. تمام. يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ عن منهج فرانسيس بيكون، لأن هو الوحيد اللي أغفل الفرض الايه؟ العلمي. طيب نيجي للسؤال اللي بعده. يقول كلوب برنر إن الحادث يوحي بالفكرة والفكرة تقود إلى التجربة وتحكمها والتجربة تحكم على
بدورها على الايه؟ على الفكرة. إذا أسقطنا القول السابق على منهج جابر بن حيان فإننا نستنتج إيه من خطواته؟ مثلا طيب أولوية الفرد ولا إهماله للفرد ولا أولوية المشاهدة ولا أولوية تجارب التحقق؟ طيب أولوية الفرد يعني الفرد هو الأول، إهمال الفرد الراجل ما اتكلمش عن الفرد أصلا، ولا أولوية التجارب يعني لا إحنا نعمل تجارب الأول، ولا أولوية المشاهدة يعني نشاهد الأول ونلاحظ الأول. طب إيه هو منهج جابر بن حيان؟ منهج جابر بن حيان كان بيعتمد على 3 خطوات. إيه هما ال3 خطوات دول؟ بيقول أن يأتي الباحث بفرد من خلال مشاهداته. طب يا مصر أهو فرد في الأول، لا أن يأتي بفرد من خلال مشاهداته، يعني المشاهدة بتيجي الأول وبعد كده الفرد. فأنا بلاحظ الأول اللي بيحصل، فأنا زي ما الدكتور بيحصل كده يجي يكشف يلاحظ الأول عينيك، يلاحظ الأول مثلا زورك من جوه، يلاحظ الأول وشك أو وجهك، يلاحظ يشوف التعبيرات اللي على وشك، يلاحظ الأول حاجات معينة على جسمك، وبعد كده يبدأ يفترض أنت عندك إيه. فأن يأتي الفرد من خلال إيه؟ مشاهداته. يبقى الملاحظة الأول مشاهدة الأول بعد كده الإيه؟ الفرد. عشان كده بنقول إيه؟ أولوية المشاهدة الإيه؟ الحسية. طب السؤال اللي بعده يقول جلال شوقي: لقد اهتم فلاسفة العرب والمسلمين خاصة علمائهم بما يفرزه العقل ويصدقه الحس والواقع، وقد أسموا التجربة بالاعتبار وهو المنحى الذي فاق منحى الحضارة الإغريقية. طيب بإسقاط القول السابق أو العبارة السابقة على منهج البحث عند جابر بن حيان نستنتج إن من شروط الفرد الاستقرائي التقليدي إيه؟ من شروط الفرد الاستقرائي التقليدي. خلاص؟ طيب احنا بنتكلم على شروط الفرد، ما بنتكلمش على منهج البحث عند جابر بن حيان. بس هنا السؤال ايه؟ بيحاول يوقعك شويه. فهو بيتكلم عن شروط الفرد. طيب شروط الفرد هنا ايه؟ شروط الفرد احنا عندنا 4 شروط للفرد. ايه هما؟ اول حاجه ان يعتمد على الملاحظات والتجارب. 2 ان يخلو الفرد من التناقض، يعني مفيهوش تناقض. رقم 3 ان يرتبط بواقع وظواهر محسوسه. رقم 5 الا يتعارض مع حقائق علميه مثبته الا لو كان لدى الباحث ادله تجريبيه تبرهن على ما يقول الباحث. طيب تعالوا نشوف الاختيارات دي. بيقول لك امكانيه التناقض، لا طب بيقول لك ان يخلو الفرد من التناقض، فدي يعتبر كده الايه؟ الاختيار ده مستبعد. طيب نيجي هنا التعارض مع نظريات العلماء، قال لك لا يتعارض مع الحقائق العلميه المثبته، يبقى طبعا الاختيار ده غلط. بيقول لك هنا البدء بالتخيلات العقليه غير المرتبطه بالواقع، اكيد لا، الفرد لازم يكون مرتبط بالايه؟ بالواقع. طيب الارتباط بواقع محسوسه يمكن التحقق منها، يبقى ده الوحيد اللي صح. اولا ان الثلاثه التانيين هم اساسا ايه؟ غلط، مش من ضمن شروط الفرد، هم اصلا يعني يعتبر عكس شروط الفرد. فالاجابات ال3 دول اللي فوق غلط، ما فيش الاجابه الصح ولا الارتباط بواقع وصور ايه؟ محسوسه. تاني حاجه كمان العباره بتقول ايه؟ عشان نفهم العباره بغض النظر عن استبعاد الاختيارات، بيقول لقد اهتم فلاسفه العرب المسلمين خاصه بما يفرزه العقل، تمام، ويصدقه الحس والواقع. يفرزه العقل يعني لازم الفرد لما بيطلع من العقل خلاص يطابق الحس والواقع، يعني الفرد ده مرتبط بالايه؟ باللي احنا شايفينه بحواسنا واللي موجود فين؟ في الواقع. يبقى احنا لازم يكون الفرد ايه؟ مرتبط بواقع ظاهر ايه؟ محسوسه. خلاص ده كده السؤال اللي احنا قلناه. طيب نيجي بقى للسؤال اللي بعده، تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. يقول فرانسيس بيكون: في عملية البرهنة على أي قانون صادق يكون المثال النقيض هو أقوى المثالين وأكثرهما وجاهة وفاعلية. يعكس ذلك منهج بيكون من حيث إيه بالظبط؟ قيمة المنهج الاستقرائي ولا أولوية الجانب الهدمي ولا أهمية طريقة الاستبعاد ولا جمع وترتيب المعلومات؟ هنا بقى لما نيجي نبص على الاختيارات، تمام، هنلاقي ان فعلا كل الحاجات دي موجوده عند بيكون. هو بيكون اعلى من قيمه المنهج الاستقرائي. بيكون قال فعلا ان الجانب الهدمي ده مهم، وطبعا من ضمن خطوات المنهج العلمي بتاعته جمع وترتيب المعلومات، وفعلا ركز على اهميه طريقه الاستبعاد. طيب خلاص تعالوا نشوف نقرا العباره تاني ونفكر ونشوف هي بتدل على انهي واحده صح. يقول فرانسيس بيكون: في عمليه البرهنه على اي قانون صادق يكون المثال النقيض هو اقوى واكثرهما وجاهه وفاعليه. طيب يعني ايه؟ يعني لو كنا مثلا قلنا قانون علمي، القانون العلمي ده بنعممه على كل الظواهر، خلاص، فيكون المثال النقيض يعني يكون المثال المخالف، خلاص، يعني الحاجة المخالفة هو أقوى حاجة بالنسبة للقانون، أقوى المثالين وأكثر مواجهة وفاعلية. طيب زي ايه؟ زي مثلا قانون الحرارة موجودة في كل ضوء، بس فيه هنا مثال نقيض، ده الحرارة أو الحرارة مش موجودة في ضوء القمر،
يبقى ده مثال ايه؟ بيناقض القانون، يبقى ده الاهم. وهي دي طريقه الاستبعاد، ان انا لما اجي اقول قانون هقول ان الحراره موجوده في كل ضوء ما عدا ضوء القمر. دي طريقه الاستبعاد، بستبعد ضوء الايه؟ القمر. تمام كده؟ طيب، وزي ما اجي اقول مثلا ده فلان ده شاطر او طالب ده شاطر في كل حاجه ما عدا مثلا ماده كذا. تمام، يبقى انا بستبعد حاجه معينه. خلاص، ده بني ادم كويس في كل حاجه بس هو بس محتاج يركز مش عارف في ايه بالظبط. تمام. طيب، يؤكد كلوب برنارد على أنه إذا وقعت الملاحظة بأفكار ذاتية مسبقة كانت هناك ملاحظات سيئة. تمام. طيب، بنقول هنا كده يعكس ذلك في ضوء منهج فرانسيس بيكون ضرورة إيه بالظبط؟ تاني بنقول تاني، يؤكد كلوب برنارد على أنه إذا وقعت الملاحظة بأفكار ذاتية مسبقة كانت هناك ملاحظات إيه؟ سيئة. في ضوء منهج فرانسيس بيكون ضرورة إيه؟ ضرورة تمسك الباحث بأقوال السابقين، تجاوز الباحث خطوة الملاحظة حتى لا يفسد البحث، ولا اتباع الباحث الدليل المحايد وتحري الموضوعية، ولا أن يستمد الباحث الفرد من الملاحظة الحسية. هو أولا بيكون أغفل الفرد، يعني بيكون هنا نتكلم عن إيه؟ عن الفرد. ولكن عشان كده بنيجي نقول يستمد الباحث الفرد من الملاحظة، لا هو أصلا أغفل الفرد، يبقى ده إيه؟ الاختيار ده غلط. طيب، تعالوا نشوف من أول اختيار تمسك الباحث بأقوال السابقين. طبعا لا، بأقوال السابقين ده عنده أوهام المسرح، قالك لا، دي الأوهام أصلا إن الغلط إن أنت تتأثر بنظريات السابقين، فده غلط. رقم اتنين، تجاوز الباحث خطوة الملاحظة حتى لا يفسد الباحث، لا طبعا، ده أول خطوة عنده هي الملاحظة وجمع المعلومات. خلاص، فبالاستبعاد هي دي الإجابة الصح، وهي إيه؟ اتباع الباحث الدليل المحايد وتحرير الموضوعي. وأساسا العلم قايم على المحايدة والموضوعية. الموضوعية صفة مهمة جدا من صفات العلم. طيب، تاني حاجة دليل على الإجابة ديت هو بيقول لك إيه؟ أنه إذا وقعت الملاحظة بأفكار ذاتية. خلاص، أفكار ذاتية. الموضوعية هي كل ما يخالف الذاتية، وطالما لسه قايلينها من قبل شوية إن هو لو اتكلمنا عن أي حاجة ذاتية يبقى إحنا بنتكلم عن الإيه؟ عن الموضوعية. خلاص. طيب، تعالوا نكمل الأسئلة. من لدغة الثعبان يخاف الايه؟ يخاف من الحبل. خلاص. طيب، لو بنتكلم مثلا على الفرد او مثلا الطفل او اي حد، يعني مثلا اتلدغ ثعبان يشوف الحبل يخاف، يشير ذلك المعنى الى ايه بالظبط؟ تمام. استدلال استنباطي، ولا استدلال صوري، ولا استدلال احصائي، ولا استقراء تمثيلي؟ طبعا احنا بنتكلم عن ايه؟ عن الاستقراء التمثيلي.